السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يسعد مساكم بكل خير يا رب، او صباح الخير الوقت اللي بتشوفوني فيه. ربنا يحل ايامكم كلها بالخير يا رب، اللهم امين. عيد مبارك عليكم، عيد اضحى مبارك على كل اخواننا المسلمين. ربنا ينصر اخواننا في غزة، ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ويهدي ولادنا ويرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحمنا واعف عنا يا رب، اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب. نبدأ كده الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. لو أول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تدعمونا من اللايك والاشتراك والكومنتات الحلوة. ولو عندكم اي استفسار عايزين اي حاجة اكتبوا لي في الكومنتات، وبإذن الله بإذن الله أكون تحت حزن أكون عند حزن ظنكم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ونبدأ الفيديو بسم الله. زي ما انتم شايفين ده قيع عسلي. ده قيع عسلي قطعته قشرته قطعته ونضفته وكمان غسلته، وزي ما انتم شايفين كده حطيته في الحلة بتاعتي وابتديت أضيف السكر بتاعي. السكر طبعا زي ما انتوا حابين، كل واحد بمقداره. في ناس بتحب مسكر وفي ناس بتحب لأ، كل واحد زي ما هو بيحب بيعمل السكر بتاعه. تمام كده؟ تمام. حد هنا الدنيا ماشية تمام وزي الفل. عايزة أقول لكم هو طبعا دي أكتر من طريقة وطريقة. بإذن الله بإذن الله هقول لكم على الطرق بتاعته وإيه أحلى طريقة ليه، وبإذن الله نشوف الفيديو كده مع بعض. طبعا انا مش عايزه ان انا اطول عليك الفيديو خالص. انا كده حطيت القرع بتاعي وحطيته من غير ولا نقطه ميه، وعليت على النار اخد شويه بخار، وزي ما انتم شايفين كده حرفيا نزل الميه بتاعته. في ناس بتصفي الميه دي وفي ناس لا. انا طبعا مش بصفي الميه لان الميه دي بيكون الفايده بتاعته، فمش من المستحب خالص ان احنا نصفي الميه بتاعته. تمام. هفضل كده اقلب فيه واطلع كده البخار بجد. انا عارفه ان الصوره مش واضحه، بس طبعا غصب عني لان طبعا الاكل لما بيكون على النار بيطلع بخار، فاكيد كلكم عارفين. زي ما انتم شايفين كده هو خلاص اصلا يعني انا مقطعه صغير فمش بياخد سوا كتير بصراحه. ابتدى ان هو يستوي اهو زي ما انتم شايفين كده. هعمل ايه؟ هسيبه لحد ما يستوي تماما، واحاول ان المية دي تقل. بس بصراحة المية ما قلتش ولا حاجة. طبعا لو كنت سبته اكتر من كده كان هيتحرق، لان كان حرفيا استوي وكان ما شاء الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو انزلوا صلوا على النبي كده في الكومنتات واكتبوا لي بتتابعوني من أي بلد. زي ما انتوا بقى كده شايفين هبتدي طبعا ان انا اقلب فيه احركه علشان البخار يطلع منه، وعلشان طبعا كل ما البخار بيطلع كل ما المية تقل. تمام. انتوا ممكن تسيبوا الحلة بتاعتكم مكشوفة تغطوها اللي انتوا حابينه. شايفين بجد انا من عشاق القرع العسلي، بحبه جدا 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 يعني. هبتدي كده برضو ان انا اقعد اقلب فيه لحد ما يبتدي ان هو احس ان هو ايه، خلاص كله استوى وبقى السوا بتاعه واحد. تمام. تمام زي ما انتم شايفين طبعا سيبته يبرد خالص وبقى ما شاء الله برد وبقى زي الفل. وطبعا خس. انتوا عارفين ان هو بيكون الياف وبتكون نسبة المية بتاعته عالية، فبيخس طبعا بنسبة كويسة. عشان كده انا ما حطيتش مية في اول ما ابتديت ان انا احطه على النار. تمام. هركن كده الحلة دي وابتدي ان انا اعمل البشاميل بتاعي. طبعا زي ما قلت لكم كله يعني كذا طريقه بتنفع. انا هقول لكم على الطريقه بتاعتي دي واحنا بنتكلم، باذن الله اقول لكم على طرق تانية وباذن الله باذن الله هتعجبكم. انا معايا 2 كيلو من اللبن دسم، هحطه بخيره يعني زي ما بنقول. اهو انا غليتهم، بس كنت حطاهم في التلاجة. طبعا الجو حر وكده فلازم ان انا احافظ عليهم. حاول ان انا اسخنهم شوية على بال ما بعمل البشاميل بتاعي. ده بشاميل مسكر او بديل النشا، ممكن تحطوا نشا وممكن تحطوا دقيق. تمام.
جبت كده معلقتين من السمنة المادة الدهنية بتاعتي، هحط سمنة بلدي على سمنة عادية أو سمنة نباتي. تمام كده، احط كده معلقتين من السمنة وابتدي ان انا احطهم معلقتين كده حلوين كبار من السمنة، وابتدي بس اول كده ما يبتدوا يسيحوا هننزل عليهم بالدقيق. طبعا الدقيق بتاعنا دي بقى معلقة السمنة البلدي، طبعا الفرق واضح جدا. وكمان بتفرق جدا جدا والله في الطعم. فامشوا معايا بالخطوات دي، وبإذن الله بإذن الله لو بيفشل منكم أو طعمه مش اللي هو، بإذن الله بعد الفيديو ده هتعملوه ما شاء الله اللهم بارك. زي ما قلت لكم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. صل على الحبيب قلبك يطيب. فعلا الأكل بيكون له طعم مميز كل ما بنصلي على النبي كده وبنذكر ربنا وبنسبحه واحنا بنعمل الأكل بيكون فيه بركة وبيكون ليه طعم حلو قوي قوي قوي. بقول لكل ست بيت، بقول لكل اي حد واقف على البوتاجاز وهو بيطبخ يصلي كده على النبي يذكر ربنا، وباذن الله الاكل هيكون طعم والاكل هيكون حلو قوي. ابتديت كده احط قيمه 4 معالق دقيق او 6 معالق على حسب طبعا الكميه اللي انتوا عندكم. تمام. هعمل كده الدقيق بتاعي بالمنخل طبعا علشان لو في اي حاجه ينضف. وهبتدي طبعا ان انا اعمله، وابتدي ان انا الف الدقيق بالسمنة كويس جدا. تمام. لو وصلتوا معايا لحد هنا من الفيديو ولسه ما عملتوش اللايك، انزلوا بسرعة اعملوا لايك، وكمان اكتبوا لي كومنت وقولوا لي يا حلوين بتتابعوني من اي بلد، وايه الفيديوهات اللي انتوا عايزيني اعملها، وايه الفيديوهات اللي انتوا حابين اعملها. حابين فيديوهات الطيور اكتر، حابين فيديوهات الطبخ اكتر، حابين روتين، حابين ايه الفيديوهات اللي انتوا حابينها، وانا باذن الله باذن الله اكون عند حسن ظنكم دايما. انا كده ابتديت ان انا الف السمنة في الدقيق، وابتديت اول كده اما احس ان انا كله ظبطته هنزل باللبن تدريجيا، مش هضيف اللبن كله طبعا اللبن هيكعكل مني. انا كده ولا كده هضربه في الخلاط. عندكم هاند بلندر يا سيدي يا سيدي، ما عندكوش هاند بلندر خلاص هتعملوا زي كده ونشتغل في الخلاط بتاعنا. تمام. تمام قوي لحد كده الحاجات سهلة وبسيطة ومفيش كلكعة ومفيش أسهل ولا أحلى من كده. نزلت كده باللبن وابتديت إن أنا أنزل بيه تدريجيا علشان خاطر ما يكعكلش مني وبرده كعكل مني. أنا واضحة وصريحة وبحب أجيب لكم الآخر يعني. كان نفسي طبعا أقول لكم إن هو ما كلكعش وإن أنا ما حطيتوش في الخلاط، ولكن لا طبعا مفيش الكلام ده، أنا حطيته في الخلاط. تمام كده. بصراحة والله حقيقي كان نفسي اقول لكم ان انا ما احتجتش لخلاط، ولكن انا بصراحة احتجت الخلاط. طبعا الناس لو مش حابة تعمل دقيق هتجيب كوباية لبن وتجيب 6 معالق نشا 7 معالق نشا على حسب ما بيلف معاكم النشا، وعلى حسب ما القوام يكون متماسك. تمام. وهنقدر نعمله بصراحة كل شوية الباب يخبط فبفصل الصوت وبرجع تاني. المهم والله القوام كان حلو. بصوا كان القوام ده محتاج ان احنا نعمل ايه، ان احنا نعمل بلح الشام ونكمل عليه بيض وكان هيبقى فل اخر حاجة. المهم هنكمل كده الحليب بتاعنا ونبتدي نحطه في الخلاط، وهنحط نعمل البشاميل بتاعنا ده في الخلاط. لو مش حابين نحط دي قلت لكم هنضيف نشا، هنجيب النشا وندوبها ونعملها مهلبية عادية خالص، وبنضيف ده على ده. طبعا انا اصريت ان انا اوريكم ان احنا بنحط خير اللبن. تمام. اللبن بتاعنا يكون بخير. هقلبه كده، افضل اقلب شمال في يمين ويمين في شمال لحد ما يتقلب معايا، وفي الاخر فشلت واحتجت الخلاط. هنا بقى بوريكم ان انا بقول لكم قد ايه ان انا ست شاطره وما احتجتش الخلاط ولا حاجه. انا طبعا بضحك معاكم. انا هنا ضربت الخليط بتاعي في الخلاط، وزي ما انتم شايفين طبعا هنسيبه على البوتاجاز لحد ما يدينا القوام اللي احنا محتاجينه. وبعد ما يدينا القوام اللي احنا محتاجينه هنعمل ايه يا حلوين؟ هنقلب القرع العسلي في
الخليط بتاعنا. بس طبعا في المرحلة دي هسيبه على النار وهاخد كده القرع العسلي وهنزل بيه اضربه في الخلاط. تمام يا حلوين، قولوا لي تمام بقى وشجعوني واكتبوا لي كومنتات حلوه كده زيكم. انا هنا عملت القرع العسل بتاعي في الخلاط اهو. انا مش عارفه الصوره جايه كده ليه، وهقلبه بقى هوريكم ان احنا هنبدل بقى. وهنا طبعا الفانيليا حاجه اساسيه. دي ازازه فانيليا ب5 جنيه، عندكم زنغف، عندكم ازايز، عندكم سايله، كل واحد زي ما بيحب. وهحطها على البوتاجاز، هقعدها برضو على البوتاجاز هي والدقيق شويه، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض. بحبكم في الله. بقول لكم بجد بتوحشوني من فيديو لفيديو، بستنى والله كومنتاتكم الحلوه اللي بتشجعني. بجد نفسي قناتي تكبر ومش هتكبر غير بيكم، فشجعوني، اعملوا لي اشتراكات، اكتبوا لي لايكات، كومنتات حلوه كده زيكم. بحبكم في الله، فعلا فعلا بحبكم في الله، وبقول لكم ان انتوا وحشتوني من الفيديو اللي فات. وهنا بقى انا عملت القرع بتاعي العسلي في الخلاط، وهبتدي انزل عليه بالخليط اللي انا عملته. ويا سيدي يا سيدي على الجمال، قولوا لي يا سيدي يا سيدي على الجمال، وحياة ربنا كان تحفة. حاجة كده حلوة قوي قوي قوي، طبعا مفيدة مغذية، طبعا قيمة غذائية رهيبة. انا مش هقول لكم طبعا قد ايه على القيمة الغذائية التحفة جدا جدا. هقلبه كويس، وبعد ما اقلبه هيكون باللون ده. هسيبه طبعا على البوتاجاز شوية علشان يجمد اكتر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب. هنا قلبته وكان زي الفل الصراحة. هنا بقى جبت الصينية بتاعتي، حطيت فيها معلقة سمنة، وهبتدي ان انا انزل بالخليط اللي انا عملته ده. وطبعا ولعت الفرن على درجة حرارة 180. طبعا عندنا الفرن الغاز، الفرن بتاع البوتاجاز، الفرن البلدي، اي حاجة. وهبتدي اصب الخليط، وبإذن الله احلى قرع عسلي هتدوقه في حياتكم. بجد حلو قوي 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 قوي. هسيبه طبعا هيقعد في فرن البوتاجاز من حوالي نص ساعة. هنحمره من تحت وهنحمره من فوق. وبإذن الله استنوني في فيديوهات حلوة كتيرة بإذن الله. ما تنسوناش من التشجيع. وزي ما قلت لكم قولوا لي حابين اي فيديوهات انزلها، حابين فيديوهات الطبخ، حابين فيديوهات الطيور. انا هنا بوريكم البقبقه في الفرن، حاجه كده انا حطاها على الصاجه. يا سيدي يا سيدي على الجمال. حطوا لي بقى لايك، وما تنسونيش في الكومنتات الحلوه الجميله منكم اللي دايما بتشجعوني. والله العظيم تحفه، استاهل بس جد مليون لايك. والله فعلا بتعب جدا جدا على بال ما بقدم لكم الفيديوهات دي. انا هنا حمرتها من فوق ومن تحت وادتني الشكل ده. طبعا هي بتاخد وقت على بال ما بتبرد علشان نقدر ان احنا نقطعها تقطيعه كويسه. استنوني في فيديو جديد ووصفه جديده ويوم جديد. وهستناكم وهستنى رأيكم. استودعكم الله في رعاية الله وحفظه جميعا. اللهم انصر اخواتنا في غزة، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض يوم العرض عليك يا الله. في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.